الو يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزاكم حد يكتب لي كده على الشات اللي هو تمام، الصورة تمام والشير ظاهر قدامكم. هاي يا روان، أنا حبيبة. هاي رقية. آدم طبعا. آدم أول واحد قال لي الحمد لله والصوت واضح. ممكن كمان حد يجي تاني؟ كله تمام، شكرا يا آدم. طيب أهلا بيكم في تاني بقى محاضرة لينا مع البلومينج انجينيرنج في الأوبري 1. تمام. احنا في المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على كذا حاجة. أول حاجة اتكلمنا عليها قلت أنا ليه محتاجة أتعامل مع الارتفيشال انتليجنس، وقلت عشان أجاوب على السؤال ده لازم أسأل نفسي احنا أصلا عملنا ليه artificial intelligence. تمام كده. ورجعنا بقى للهيستوري القديم وابتدينا نشوف احنا أصلا عملنا ليه الارتفيشال انتليجنس. وكانت المفاجأة ان اساس الذكاء الصناعي ما كانش علماء الكمبيوتر ولا حاجه تانية. لا، ده كان الذكاء الصناعي اساسه فين؟ موجود فين؟ اساسه موجود على الادبيات. وكان في مسرحيه كانت عملت في التشيك مع كارل شابك، واول ما ابتدت تتعرض قالوا ان في حاجه اسمها ايه، روبوت. طب خليني بس الاول، ان في حد بيسال على آه، الشات بيقول يا جماعه انا مش عارف الوجن على مش عارف يلوجن على الميتنج بتاعنا. فخلوني ابعت له الاول اللينك عشان بس محدش يكون ايه بيتاخر عن بقيه الناس، وعشان ما نقعدش نعيد ايه كل شويه. تمام. فاول حاجه بدانا فيها عرفنا الهيستوري، وقلنا ان هو بدا من مسرحيه ان حد فيها كان عامل تشابك كان عامل فيها مسرحيه، وقال فيها ان في حاجه اسمها روبوت، والروبوت دي احنا صنعناها انها ماشين المفروض ان هي تساعد البشر على اداء المهام بتاعتها، صح كده. وقال ان هم بعد ما بداوا يساعدوها وبدأوا يقدموا لهم الخدمات، جاء بعد فترة حصل صراع وحصل تمرد، وبدأت الماشين دي بقت تأذي على مين؟ على البني آدمين. وكانت المشكلة الكبيرة اللي في المسرحية دي إن هو في آخر المسرحية ختمها إن مش بس البشر هينقرض على إيد الآلات دي، لا، ده المشكلة الحقيقية إن بعض الآلات اللي كانت متبقية بدأ يظهر عليها بعض الملامح الإنسانية. يعني إيه الملامح الإنسانية؟ يعني معناها ان هم بدات تظهر عليهم بعض المشاعر الانسانيه. ومن ساعه المسرحيه دي الناس بدات تفكر، هل احنا فعلا قادرين على تصنيع آلات بتقدر تفكر وتشتغل وممكن في يوم من الايام كده هي اللي تسيطر على العالم؟ وكمان المسرحيه بدات توجه النظر، اذا كانت الماشين عملت صراع وعملت مشكله كبيره على البشر عشان الاوضاع اللي هي بتشتغل فيها ما كانتش ملائمه ليها، هل احنا الاوضاع اللي موجوده دلوقتي واللي احنا بنشتغل فيها هل مناسبه للبشر ولا لا؟ طبعا المسرحيه انتشرت جدا وناس كتير قعدت تتكلم فيها، في مسرحيات كتير قوي اتعملت عليها. الكلام ده في من 1920. لكن بعد كده بدأ كتير من العلماء يبدأوا يطوروها. كان اكتر حد مؤثر كان إيلين تيورينج اللي عمل الاختبار. قعد يسأل نفسه سؤال عميق جدا، قال انتوا عايزين الماشين تبقى بتفكر صح؟ قالوا له صح. قال له طب ايه، قول لنا انت تقول الماشين دي بتفكر ولا مش بتفكر، يعني انت تقول الماشين دي ذكيه وانت تقول الماشين دي غبيه. فقال ان انا عشان اعرف ده معناها ان انا لو اتكلمت مع الماشين والماشين دي عرفت تتكلم معايا اكنها بني ادم وما عرفتش افرقها عن البني ادمين، في الحاله دي انا هعتبرها ان هي ذا ماشين الثينكينج، او الماشين دي بتليرن بتتعلم وبتفكر، صح كده. وبناء عليه بدأ يعمل إيلين تيست أو اختبار إيلين، اللي هو بيبدأ في 4 لعيبة، لاعب أساسي وثلاث لاعبين تانيين. تمام كده؟ طيب خلينا بقى نتكلم النهارده. بعد كده أساسا في نفس المحاضرة بدأنا نتكلم على حاجة مهمة جدا، اللي احنا بس خلاص عرفنا اللي احنا عايزين الماشين تبقى بتتعلم، صح كده. والماشين اللي بتتعلم دي احنا بنعلمها بكذا طريقة. وخدنا احد الطرق اللي احنا علمنا بيها الماشين اللي انتوا عملتوها، اللي هي الاساينمنت بتاعت الاسبوع اللي فات، اللي احنا جبنا مجموعة صور وسميناها كات، ومجموعة صور وسميناها دوك. والماشين بدأت تقرا الصور دي وتفهمها وتعرف ايه الصفات اللي بيميز الدوكس. بعد كده رجعت تبص على مجموعه الصور اللي بتميز الكات، وقعدت تقول يبقى الكات دي مواصفاتها كذا كذا كذا، يبقى انا لو لقيت الصفات دي معناها ان الحيوان اللي قدامي ده كات، اما اذا لقيت الصفات دي يبقى الحيوان اللي قدامي ايه، دوكس. بعد ما علمناها على نوعين من الصور، جبنا صور تانية خالص هي اول مره تشوفها، فيها صوره قطه او صوره كلب،
وعرضناها على الماشين، والماشين بدأت تقول والله البروبابيلتي يعني احتمالية ان الحيوان ده يبقى قطة نسبة كذا في المية، اما احتماليه ان الحيوان ده يبقى كلب فنسبته كذا في المية، صح كده؟ وقلنا ان دي احد الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان الماشين ازاي علمها تتعلم، اللي احنا بنعرض عليها مجموعه من البيانات. المجموعه من البيانات دي او الطريقه دي في التعليم بنسميه ان هو تعليم عن طريق الليبلد داتا. يعني ايه ليبلد داتا؟ يعني داتا ليها اسم محدد. يعني ايه داتا ليها اسم معين؟ يعني مجموعه من البيانات. البيانات دي اللي احنا بنتكلم عليها بتساعد الماشين ان هي تقعد تقول ان المجموعه دي اسمها كذا والمجموعه دي اسمها كذا، تمام كده؟ طبعا زي ما انت شفتوا كده الطريقه دي بتبقى صعبه قوي. ليه؟ لان احنا معناها ان احنا لو عايزين الاله اللي قدامنا دي لو عرضنا لها صوره اي حاجه في الدنيا تفهمها، فانا لازم احط لها ادربها على صور حيوانات، كل الحيوانات بقى، أدربها على صور الأسماك، كل الأسماك، أدربها على صور طيور، أدربها على صور البني آدمين بكل فصائلهم، أدربها على صور العربيات، الطيارات، القطورة، كل حاجة في الدنيا هجمع مجموعة صور وأخزنهم في الآلة. وبعدين الآلة دي تبدأ تعمل إيه؟ الآلة دي تبدأ تتعلم من الصور، فلما أعرض عليها صورة حاجة جديدة تعرف إن إيه بالظبط الصورة دي، صح كده؟ ولكن طبعا الموضوع ده صعب جدا. ليه؟ اتصوروا انتوا أنا مضطرة أعلم ماشين مخزن فيها كل الصور دي، طبعا الموضوع صعب. عشان كده بقى في أنواع تانية من التعلم اللي مش بيحتاج الطريقة دي. وخلينا كده يعني نقول هم 3 طرق أساسيين في اشهر واحده فيهم اللي هي بتبقى بالليبل داتا زي اللي احنا عملناها. تاني طريقه بتبقى unlabeled data. unlabeled data معناها انا بدي للماشين 100 صوره، 100 صوره على بعض، تمام؟ واقول لها بصي يا ماشين بقى او يا كمبيوتر. كلمه ماشين على فكره يعني مقصود بيها الكمبيوتر. هقول له اتفضل يا كمبيوتر خد ال 100 صوره دول، حلو؟ وهقول له قسمها لي لجروبات، قسمها لي لايه؟ لجروبس. وانت حدد كل جروب هيبقى اسمه ايه. فتبدا الماشين تعمل ايه؟ تاخد اول صوره وتقعد تبص لها كده وتحط الفيتشر بتاعتها يعني المواصفات بتاعتها، كويس؟ تاخد تاني صوره تحدد المواصفات بتاعتها، ثالث صوره المواصفات بتاعتها، تمام؟ بعد ما تجمع المواصفات كلها تقول لك بص يا سيدي انا ممكن اقسم لك ال 100 صوره دي لمجموعه اسمها كلاب، ومجموعه اسمها قطط، ومجموعه اسمها عربيات، ومجموعه اسمها قطره، تمام؟ وممكن كمان اقسم لك ال 100 صوره دول لحاجتين بس: حيوانات ووسائل نقل، ترانسبورتيشن مثلا. فهنا بتبقى البيانات او الداتا اللي انا بديها لها بدل ما بديها كل مجموعه صور وبقول لهم ده اسمهم ايه، لا ده انا بديها الصور كلها على بعض، وهي تبدا تعمل ايه؟ وهي تبدا تصنفهم حسب ما تشوف المفروض هم يتصنفوا ازاي، كويس كده؟ زي بالظبط ايه لما اجي اقول لك هنزل لك كل الهدوم اللي في الدولاب احطها على السرير واقول لك ايه؟ انا عايزاك تروق لي او تنظم لي الدولاب بتاع هدومك. ممكن تعمل ايه؟ هتحط مثلا في صف، هتقول لي انا احط مثلا في اول رف ده هحط البيجامات، تاني رف ده هحط تيشيرتات، التالت صف ده انا هحط البنطلون الجينز، صح كده؟ ممكن حد يعمل كده، يبقى انت مثلا مطلوب كام مجموعه؟ 3، صح؟ ممكن حد تاني يعمل ايه؟ يقول لك لا بص انا هشتري شماعه وهعلق في كل شماعه طقم على بعض، يعني حاجه الشماعه هعلق فيها ترنج، الشماعه الثانيه هعلق فيها قميص وبنطلون جينز اللي ماشي معاه في اللون اللي انا هلبسه معاه، وهكذا. يبقى هنا هو قسم الداتا بتاعته لمجموعه ايه؟ شماعات. كل طقم فيهم يعتبر شماعه او جروب مع بعض، صح كده؟ ممكن حد تاني يقول لك لا يا سيدي انا مش هقسم كده خالص، انا هقسم الدولاب كله لجزئين: صيفي وشتوي. يبقى هنا انت بتعمل نفس الكلام ده مع الكمبيوتر. النوع ده بقى من التعليم انا بستخدم فيه داتا بقول عليها unlabeled data. unlabeled data يعني ايه unlabeled data؟ يعني بيانات ملهاش عنوان، مش محطوط لها ليبل، مش متعرف ايه الجروبس بتاعتها، تمام كده؟ يبقى انا كده في كذا طريقه اعلم بيها الماشين، تمام كده؟ اول طريقه احنا خدناها المره اللي فاتت عن طريق البيانات، وقلنا اللي عن طريق البيانات دي بستخدم فيها حاجه اسمها ليبل داتا، تمام كده؟ طيب ايه بقى والطريقه الثانيه بستخدم فيها الانليبلد داتا. ثالث طريقه بقى بسميها طريقه الرينفورسمنت دي. طريقه التعلم دي انا بستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها المحاوله والخطا. يعني ايه؟ انا هجيب مثلا هجيب صوره واوريها للآلة، كويس؟
هقول لها الصوره دي بتاعت ايه؟ تقول لي الصوره دي بتاعت قطر. هقول لها غلط. هتقوم عرضها لها كمان نفس الصوره تاني، عرضها لها تاني. الصوره دي بتاعت ايه؟ هتقول لي بتاعت طياره. هقول لها غلط. هتقوم بص على الصوره تاني. هقول لها الصوره دي بتاعت ايه؟ هتقول لي ايه ده؟ الصوره دي بتاعت طياره هليكوبتر. هقول لها صح. يبقى هنا الماشين بتقعد تجاوب لحد ما بتوصل الإجابة الصحيحة، عاملة بالظبط زي الفار في المكان. ماشي يا عمر؟ وعليكم السلام. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بنعمل ريفيجن على المحاضرة القديمة وبنشوف احنا فهمنا منها ايه. فاتكلمنا على تاريخ الارتفيشال انتليجنس، وبعد كده بنتكلم دلوقتي على ازاي بنعلم الماشين. اول طريقه انتوا اتعلمتوها المره اللي فاتت اللي عملتوا بيها الواجب، اللي احنا بندي مجموعه صور للماشين، بنقول لها الصور دي تخص كذا، الصور دي تخص كذا. خلاص هي بتتعلم. وانا لما اعرض لها صوره جديده خالص ما شافتهاش قبل كده بتفهمها ايه هي. تاني طريقة بقى اللي أنا بديها الصور على بعضها، وهي تقسمهم لمجموعات أو لجروبس حسب ما هي شايفة الخصائص اللي في الصورة دي. زي بالظبط موضوع تنظيم الدولاب، في واحد منكم هينظم الدولاب لهدوم خروج وهدوم بيت، في واحد تاني هيقول لي لا أنا هعمل ترنجات وهعمل تيشيرتات لوحدها وقميص لوحده وبنطلون لوحده. في حاجة تانية يقول لي لا ده أنا هقسم هدوم بيت وهقسم هدوم كلاسيك وهدوم تانية كاجوال. في واحد تاني يقول لي لا انا هقسم الدولاب كله لجزء صيفي وجزء شتوي. يبقى انت بتقسم الداتا اللي هي الهدوم لجروبس حسب ما انت شايف صح. نفس الكلام بنعمله في الماشين. الطريقه الاولانيه اللي انا بعرف كل كاتيجوري اسمها، بستخدم فيها داتا اسمها ليبل داتا. ليبل داتا ودي اسمها structured learning. اما الانستراكشرد ليرنينج اللي هو بيبقى بالانستراكشرد داتا، دي معناها ان انا بديله الداتا على بعض وهو يحاول يفرقها، تمام، يوزعها على جروبس. ثالث طريقه ودي الطريقه الاخيره، وفي الحاله دي انا بعمل ايه في الداتا؟ في الحاله دي هو بيتعلم عن طريق المحاوله والخطا. يعني بديله حد بيقول لي الصوت مش واضح. طيب المهم انا عندي، هاي يا بلال، ازيك يا انس، محمد، نورين. نورين الصوت مكتوب مش واضح، الصوت مش واضح يا شباب. انا خدت منكم اوكي وقلت ان الصوت واضح. ها يا فريدة، انجي، رولا، عمر، انا، اروى، جودي، احمد، محمد احمد، مصطفى، وائل، احمد عماد، هلو ايفيوان، نادين. ها يا نادين. والصورة الصوت كويس. طيب بصوا يا جماعة انا هعلي صوتي كده كويس. طيب بصي يا فريدة، في ناس بتقول ان الصوت واضح، وطالما في ناس بتقول ان الصوت واضح يبقى الصوت تمام. طيب حاولي كده، لو الموبايل ممكن يكون مثلا في البحر دخل فيه ميه او حاجه، ممكن نجرب كده. نكمل هاند فري. عمر اللي انت عمال تعمله ده مش صح، ويعني ما تفتكرش ان انت لما هتعمل كده كتير هيبقى فيه فيدباك اكتر. بص يا سيدي، احنا دلوقتي طالما انا الصوت واضح عند حد فيكم واحد، او مش بيقطع عند واحد فيكم، معناها ان انا الشبكه عندي كويسه. لو عند حد اكتر من حد الصوت بيقطع، فمعناها ان الشبكه عنده مش كويسه. فممكن تعملوا زي ما انا بعمل، انا بفصل الاجهزه كلها وبخلي بس الاجهزه اللي انا شغاله عليها. ماشي يا مالك؟ شكرا يا مالك. طيب ماشي يا محمد، ميرسي، شكرا. طيب اوكي. هاي. هاي رمضان. نورين، طب تمام يا نورين. لا يا ولاء الصوت مش هينفع مع ولاء، بس مش هينفع الصوت يبقى المره دي وحش، لان أنا المره دي استخدمت الايربود. المره اللي فاتت انتوا قلتوا على الهاند فري، المره دي انا مستخدمه الايربود، فاكيد مش هيبقى اكيد زي المره اللي فاتت. تمام. طيب ميرسي يا فريده، شكرا ليكي. لاف يو يا فريده. طيب بصوا يا شباب بقى معايا. انا دلوقتي انا دلوقتي هعمل ايه؟ احنا كده يبقى احنا كده اتكلمنا المره اللي فاتت على تعلم الماشين، صح كده؟ وقلت ايه اللي احنا بنستخدم الذكاء الصناعي الهدف منه ان هي تساعد البشر. كويس كده. وعرفنا ان احنا بنعلم الماشين عشان تكون artificial intelligence. احد الطرق احنا خدناها في التاسك بتاعت المره اللي فاتت، اللي احنا كنا بنعرض مجموعه صور للماشين، وهي من الصور دي تبدا تتعلم. كويس. طيب احنا النهارده عندنا ايه بقى في الاجنده؟ احنا النهارده في الاجنده بتاعتنا اول حاجه هنعمل تشيك على ويك 1 اساينمنت. هنشوف الواجب اللي انتوا عملتوه الاسبوع اللي فات، مين الناس
مش هنقول الاسماء دلوقتي، هنعرف مين الناس اللي عملت حاجات صح ومين الناس اللي عملت حاجات مش صح. وهنتكلم كمان على التايب اوف اي اي بلاتفورم او تولز، وهنعرف احنا ازاي بنكلمها وبنستخدم البرومت معاها كويس كده. طيب تعالوا اول حاجه نعمل تشيك كده على assignment 1. فassignment 1 اللي هو اللي خدناه الاسبوع اللي فات، كل واحد فيكم هياخد شاره. الشاره دي بتوضح هو جاب كام بوينت. احنا عندنا كام شاره؟ احنا عندنا 4 شارات. تمام. اول كاب او اول شاره دي ال 100 بوينت، ودي بيبقى لونها اخضر، ودي معناها ان انت عامل كل حاجه صح. وهنشوف دلوقتي ايه الصح كويس. طيب تاني شاره هيبقى لونها يلو، اصفر، ودي معناها ان انت عملت التاسك عملتها، بس كان فيها حاجه محتاجه تتظبط شويه. تمام كده. طيب الشاره الثالثه ودي فيها 50 بوينت، ودي هيبقى لونها اورنج، وهنعرف انت المشكله كانت عندك فين. ودي بقى مشكله خدت 50 بوينت ليه؟ لان المشكله ان انت عملت التاسك، بس انت واضح انك في حاجه انت ما استوعبتهاش كويس في المحاضره، فهترجع للمحاضره الاولى تتفرج عليها، او لو عندك سؤال ابعته لنا على الخاص وهنرد عليه. تمام. ماشي ميسي يا احمد. احنا كده معانا كام شاره؟ 3. يبقى في ناس هتاخد 100 بوينت، في ناس هتاخد 75 بوينت، في ناس هتاخد 50 بوينت كويس كده. في بقى ناس اكسيدد. يعني ايه اكسيدد؟ يعني السيشن دي هتاخد البلو، يعني هتاخد 100 نقطه، وكمان هتاخد الكاب البلو ده. الكاب البلو ده بيعبر عن ايه؟ الكاب البلو ده بيعبر ان هي عملت اكتر من اللي متوقع منها، عملت اكتر من اللي هو متوقع منها. وهنشوف دلوقتي حالا هي عملت ايه بالظبط. كويس. طيب تعالوا كده، انا هفصل الشير هنا دلوقتي كده معاكم، نعمل شير على سكرين. يلا بينا. بسم الله. بصوا يا حلوين، انا دلوقتي مثلا هناخد الاثنين دول هم واخدين جرين صح كده، اول اثنين دول واخدين جرين. تعالوا مع بعض نشوف الصور اللي هم عاملينها واخده جرين دي هي عامله ازاي. ماشي اهو. مين اللي هياخد جرين؟ بصوا كده معايا في اول سكرين شوت دي اهي، واضحه كويس. اول سكرين شوت دي انتوا شايفين فيها ايه؟ اول حاجه انا شايفه هنا، تعالوا كده هنا على اول جزء اهو، الجزء ده اللي انا منوراه ده اول جزء. هو مسمي الكلاس ده موتور سايكل، دراجات بخاريه، وحاطط صور لدراجات بخاريه صح كده. تمام قوي. طيب الصوره اللي تحتيها، الكلاس اللي تحته، هو حاطط لمجموعه صور لعربيات صح، ومسميها كارز، وحاطط اكتر من 3 صور للكارز صح كده. بعد كده هو عمل تريننج يعني تدريب، وعمل تيست صح. التيست اللي هو عمله، الاختبار اللي هو عمله بايه؟ بالصوره دي. تمام. هل الصوره دي اللي عمل بيها تيست موجوده في الصور اللي درب عليها الماشين؟ لا. ليه؟ لان احنا قلنا في الماشين ليرنينج انا بدربه على صور، ولما باجي بعمل تيست بدربه على صوره جديده. يبقى ما ينفعش ابدا انت تعمل تيست بصوره يكون الماشين اتدربت عليها. ليه؟ لان انت دلوقتي بتقول انا بعمل ماشين ليرنينج، يعني بعلم الماشين. هو انا ينفع اعلمك اللي انا حافظك صوره ولما اعرضها لك تقول لي اه هي دي، فطالما انت جاوبت صح يبقى انت اتعلمت؟ لا. يعني مثلا انا دلوقتي لو ماسكه الكارت ده، الكارت ده لونه ايه؟ اسود صح. الكارت ده اسود، انا عماله احفظك ده كده لونه اسود، ده كده لونه اسود. لما اجي اعمل لك اختبار حذر نفس الكارت، يبقى انت كده بقيت بتفهم يعني ايه اسود؟ لا. انا لازم اعرض لك حاجه ثانيه واقول لك دي لونها ايه. يعني ممكن اعرض لك الماوس ده واقول لك ده لونه ايه، فتقول لي ده لونه اسود. فانا في الحاله دي فهمت ان انت فاهم ان الاسود المقصود بيه الكلر مش الورقه نفسها. فانت هتاخد 100% او تاخد ال 100 بوينت امتى؟ لما تبقى عامل التيتشبل ماشين دي، عاملها صور اكتر من 3، ومقسم تو كلاسز مينيمم طبعا، وعامل تيست بصوره او اكتر، بس الصوره دي ما تكونش موجوده في التريننج سامبلز. تمام كده. يبقى انت في الحاله دي تستحق الايه؟ ال 100 بوينت. وبالتالي انت هتاخد انهي بقى كاب؟ هتاخد الكاب اللي هو انهي؟ اللي هو لونه جرين. هتاخد الكاب اللي لونه ايه؟
اللي لونه جرين. يبقى عشان تاخد كاب لونه جرين لازم اكتر من 3 صور في كل سامبل، ولازم تكون عامل تيست بصوره مش موجوده في التريننج سامبل. تمام كده؟ نيجي بقى مثلا لحد عامل واخد اللون الاصفر. قلنا الاصفر يعني هيستحق كام درجه؟ هياخد 75 درجه، وده بسبب ان هو عامل حاجه صغيره غلط. ايه بقى الحاجه اللي ممكن يكون عاملها؟ بصوا كده معايا على الصوره. طيب اهي الصوره قدامكم، اكبرها لكم شويه عشان تبان. بص يا سيدي، اول حاجه هو عامل فعلا تو كلاسز، يعني عامل تو كلاسز يعني فئتين او تو كاتيجوري: الورد او الروز والشجر او التري، صح كده؟ حلو قوي. حاطط في التريننج ماتيريال كام واحده؟ صورتين بس. احنا قلنا في المحاضره مينيمم تحط 3 سامبل، يبقى انت هنا كنت محتاج تزود ايه؟ صوره. وهنا كمان في الشجر محتاج كمان تزود صوره في التريننج. بس الحاجه الصح اللي هو عاملها ان هو حاطط صوره مش موجوده خالص في التريننج ماتيريال، صح؟ فعشان كده انت هتستحق كام صوره؟ هتستحق كام نقطه؟ هتستحق 75 نقطه من 100. ايه اللي ناقص لك في التاسك عشان كنت توصل ل 100%؟ اللي ناقص لك في التاسك دي اللي انت كنت خليت الصور اللي بيحصل عليها تريننج دي 3 صور على الاقل. كويس؟ طيب تعالوا نشوف بقى لو حد اورنج. لو حد اورنج ممكن يكون اورنج ليه؟ طيب هي دي بقى المثال اللي بقوله. بص الصوره اللي انت عامل بيها تيست، بص انت عامل هنا روبوت وهيومن. كويس؟ الصوره اللي انت عامل بيها تيست موجوده في التريننج. ازاي؟ ما ينفعش. احنا اتفقنا عشان اتاكد ان الماشين دي بتعرف تفكر او اتعلمت لازم نعرض لها صوره جديده تجاوب عليها صح. فما كانش ينفع ابدا انت تحط الايه؟ الصوره دي. تمام؟ فعشان كده انت هتستحق كام درجه؟ 50 درجه. هتقول لي طب وليه؟ طب ما الناس اللي قبل اللي واخده يلو اللي هي 75 درجه كانت عامله غلطه واحده كانت واخده 75، كانت عامله غلطه واحده بس هي كانت فاهمه المبادئ الاساسيه، كانت عارفه ان انا عندي تو كلاسز بعمل لهم تسميه وبحط سامبل وبعمل تيست بحاجه ثانيه متغيره. لكن هي مشكلتهم ان هم ما زودوش صور. لكن هنا انت هنا عندك مشكله انك تكون مدرك ان احنا بنعلم الماشين مش بنحفظها صوره. مش بنحفظها صوره، لان انا لو جيت عرضت لها روبوت ايا كان بقى شكله غير اللي اتدربت عليه المفروض هي تعرف تميزه طالما اتعلمت مش حفظت. اتعلمت مش حفظت. اوكي؟ طيب تعالوا بقى نشوف ناس اللي هم كانوا هيوصلوا بقى للبلو. بص يا سيدي، الناس اللي وصلت لبلو في عندي اكتر، في 2 وصلوا لبلو وبطريقتين مختلفتين. تمام؟ اول واحد فيهم كان عامل 3 كلاسز، يعني كان عامل اكتر من، مش عامل بقى 2 كلاسز، كان عامل كام كلاس؟ 3 كلاس، ومسمي كل كلاس باسم. وكمان كان عامل حاجه حلوه قوي، هو مش بس حط صور، يعني صور فوتوغرافيا كده متصوره للطماطم، لا ده هو حط كمان صوره مرسومه بالايد. الشخص ده هو فاهم ان انت لما بتيجي بتعلم الماشين سواء كانت الصوره دي مرسومه بالايد او متصوره فوتوغرافيا فهو هيقدر يفهمها ويتعرف عليها. عشان كده الشخص ده استحق كام؟ استحق ان هو يوصل للبلو كاب، ودي اعلى حاجه معناها ان هو اكسيدد، يعني فاق التاسك اللي مطلوبه منه. تمام؟ طيب تاني حد كان عامل بلو اهو. خليني بس اخد كده كود من اللينك. هو طبعا رفع اكتر من صورة او رفعت اكتر من صورة. اه بصوا بقى، دي بقى يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجة ذكية جدا. عملت ايه؟ قالت ان انا مش عايزة خالص ان انا افرق ما بين حاجتين. انا عايزة افرق ما بين اخلي الماشين تتعلم تريكوجنايز الايموشن بالفيس، يعني تفهم مشاعر الشخص بملامح وشه في الصورة. فهي عملت 2 كاتيجوري. اول كاتيجوري سميته هابي فيسز. يعني ايه هابي فيسز؟ يعني الوجوه المبتسمة. وتاني كاتيجوري سميته ايه؟ ساد فيس، يعني الوجه الحزين. وحطت هنا صور لناس بتضحك وحطت هنا صور لناس حزينه. خلي بالكم كمان من حاجه، ان صور الناس اللي بتضحك وصور الناس الحزينه كلها ولاد. تمام؟
عملت بقى تيست بايه؟ تيست بصوره لبنت، يعني هي ما حطتش نفس الصوره بتاعت ولد، لا دي عملت تيست بصوره ثانيه. فده يخلينا نفهم ان انت مش بس الماشين تعرفك اسم الصوره وخلاص، لا، ده انت ممكن تسالها على تفاصيل دقيقه لا يدركها سوى العقل البشري. عشان كده الناس دي تستحق عن جداره الايه؟ الفلوس. اه يا ميادة، يا احمد، عمر، فريده، خديجه، الو يا خديجه، كنزي، اه يا كنزي، ايمان، الو يا امان. طيب، يبقى انا كده يبقى انا كده اللي فهمته اللي فهمته ان الناس دي اللي خدت بلو عملت حاجه من الاثنين. حد منهم عمل 3 كلاسز مش 2 كلاسز، وحد تاني فهم ان احنا ممكن نستخدم الماشين ليرنينج دي عشان نعمل بيها حاجه اعلى من مجرد مجموعه صور ومجرد تصنيف الصور. تعالوا بقى، انا عايزه اعرض عليكم برضو بما ان احنا بقى بنتكلم على الجزئية دي، وعايزة أوريكم حاجات يعني to open your mind شوية. في ناس ممكن تشوف ده مجرد لعبة، صح؟ يعني يعني حلوة والله، عاملين صور يعني وبتعلمها، حلوة مش وحشة، حلوة اللعبة دي مثلا. لكن تعالوا كده أوريكم. بصوا كده معانا. في ناس بتستخدم ده، تعمل له موديل، تمام، وتبدأ تعمله داونلود الموديل ده. وبعد ما تعمل له داونلود عندها على الكمبيوتر تبدأ تدربه عشان يعمل حاجة معينة. يعني مثلا في ناس استخدمته عشان تاني سورتر ده مثلا، ان هو يقوم بعملية تنظيم للحاجة، تمام. فانت ممكن تستخدمه في حاجة زي كده. اهو الفيديو. طبعا هو شوية بيحتاج شوية برمجة واردوينو وخلافه، بس لو انت عايز رأيي، لو انت تقدر تطبقه دلوقتي وانت مش فاهم، طبقه وهتتعلم منه حاجات. هو بيعمل ايه؟ هو بيبدأ يضرب كل حاجة، السيريال اللي هي الحبوب بيحطها في المكان بتاعه وفي البوكت بتاعته، والمارشميلو الملون يحطه في البوكت دي. يعني هو الايتم هي بتنزل له في الورقة، تمام، وهو يبدأ يشوفها دي هتبقى مارشميلو ولا حبة فشار. فدي حاجة انت ممكن تعمل ماشين كده، ممكن تعمل ماشين كده زي ما انتم شايفين. واضح يا شباب عندكم؟ عموما انتوا لو مش عارفين تشوفوا دلوقتي او مش مستوعبين الموضوع، ادخلوا على تيتشبل ماشين، نفس الويب سايت ده اللي انتوا عملتوا عليه التريننج، تمام. ده الويب سايت اللي انتوا عملتوا عليه تريننج، صح؟ سكرول داون كده تحت، هننزل كده تحت تحت، هتلاقي اهي الصورة دي، هتلاقي فيها تايني سورتر، تمام. واضغط على ليرن مور، هتظهر لكم اهي الصفحة بتاعتهم، تمام. فادخل كده واتفرج وشوف. هو زي شايف، هو بيديله هنا القطعة بتاعت الحلويات، الحبوب أو المارشميلو، وهو يبدأ يصنفها هل هي دي قطعة حبوب ولا مارشميلو عن طريق الأردوينو، اللي هي الشريحة اللي في الجنب دي بتشيب دي اسمها أردوينو. بيعمل لها بروجرامنج عشان يحرك الهيد دي. طبعا انت مش محتاج بقى الاردوينو والدي، انت محتاج لو انت، هي قايمه على نفس الفكره. هو عرض لهم مجموعه من الصور للمارشميلو ومجموعه صور للحبوب الفشار، وهو بدأ عن طريق الصور دي يفهم انهي الفشار وانهي المارشميلو يوزعهم. يعني اقصد اقول ان الموضوع مش متوقف ان هو مجرد برنامج، لا انت ممكن تحوله لروبوت، يعني جهاز آلي صغير بيعمل حاجه معينه. قيس بقى على كده كل حاجه، انت ممكن تعمل بقى بالموديل ده كل حاجه. وكلمة موديل خليك فاهمها كويس، احنا بنقول على الماشين، الكمبيوتر او الآلة ماشين،
لما بتتعلم يعني لما بنوريها الصور وبتبقى فاهمه دي صوره كلاب ودي صوره قطه، فبيتقال عليها موديل. فالموديل ده بيبداوا بقى ينزلوه السوق والناس تتعامل معاه. تمام. يبقى احنا كده النهارده كده فهمنا خلاص مين اللي هيلاقي الكاب بتاعته جرين ومين اللي هيلاقيها يلو ومين هيلاقيها بلو. هيبقى فاهم كل اشاره هي عباره عن ايه. تمام كده. خلونا بقى نتنقل لتاني حاجه. كده متهيألي مفيش حد فيكم مش هيبقى عارف هو اخد ليه جرين او بلو او يلو او اورنج. كل الدنيا تمام كده واضحه. كويس. خلونا نتنقل لتاني جزئية علينا بقى النهاردة هنتكلم فيها، وهي types of ال AI platform. أنواع ال AI. أنواع ال AI لما باجي بتكلم عنها، إحنا عندنا أدوات ذكاء صناعي أو بلاتفورم الذكاء الصناعي بقدر أتكلم معاها، يعني أتكلم معاها وهي ترد عليا بكلام. النوع ده بنسميه تكست تو تكست. يعني إيه تكست تو تكست؟ يعني من نص إلى نص، يعني تاخد مني كلام وترد بكلام. زي مثلا أنا أبدأ أقول له إيه؟ تفتكر إيه أطول نهر في العالم؟ طيب اعمل لي بحث عن مصادر المياه العذبة في الكرة الأرضية. فهو بيرد عليا بإيه؟ بكلام، بتكست. يبقى أنا بديله تكست وهو بيطلع تكست. فممكن كمان نقول عليه نوع من أنواع الشاتنج. يعني إيه الشاتنج؟ يعني أنا بطلب حاجة وهو بيرد عليا، بطلب حاجة وهو بيرد عليا. النوع ده من أدوات الذكاء الصناعي بنسميه تكست تو تكست. تكست تو إيه؟ تو تكست. طيب محمد أنت مش عارف إيه؟ بص يا محمد، اكتب سؤالك واضح. يعني انت مش عارف ايه؟ ايه الحاجه اللي واقفه معاك بالظبط؟ وعمر وانا وانت ايه يا عمر؟ ها. طيب اكتبوا بالظبط ايه اللي انتوا مش عارفينه. بص يا محمد، احنا ورينا دلوقتي الناس اللي هتبقى واخده جرين يعني جابت 100%، 100 نقطه. اللي 75 هيبقى عارف هو جايب 75 ليه، واللي جايب 50 هيعرف هو جايب 50 ليه، واللي جايب البلو كاب هيبقى عارف هو ليه جايب البلو كاب. انا لسه ما بعتلكمش النتيجه على الواتساب، كنت مستنيه المعرضه هنا الاول عشان لما يجي لك الكاب بتاعك بلون ما تبقى عارف ده بتاع ايه. انا لسه ما بعتش النتيجه. تمام. لسه يا جودي، انا كده جاوبت عليك. تمام. اوكي. طيب يلا بينا نكمل. بصوا بقى، يبقى كمان مره احنا في ادوات الذكاء الصناعي، في ادوات ذكاء صناعي بتخليني انا اتكلم معاها وهو يرد عليا، بس مش بنشيك مع بعض كاصحاب، لا احنا بنتكلم مع بعض. ممكن اقول له اعمل لي بحث عن كذا، اوصف لي كذا. اديله باراجراف انا كتبته وطالبه مني مثلا المستر في اللغه الانجليزيه، واقول له صححه واكتبه لي بطريقه احسن، فيبدا يعدل لي على نفس الباراجراف ده. بس انا كل تعاملي معاه عباره عن ايه؟ كلام، يعني تكست. وهو ما بيرد عليا بايه؟ بتكست. بيرد عليا فالنوع ده من التولز، الاي اي تولز دي بنقول عليها تكست تو تكست. يعني انا بدخل كلام، الانبوت بتاعي تكست كلام، والاوتبوت بتاعي تكست او ايه؟ او كلام. تمام. طيب قبل ما انسى، خلينا نوجه تحيه كبيره جدا جدا لاكتر فانز اللي بيتابعونا. اصغر فان صغنطوطه كده، يسر. ويسر دي 4 سنين ولا 5؟ 4 ونص، 5. الجيش بقى اللي وراها الفانز الكتيرة، معتز ومروان ودارين ويوسف. اوكي. شكرا انتوا بتتابعونا، وهستناكم كل مرة تبقوا معانا. كويس. هاي. تمام. يبقى ده كده أول نوع. التكست بقى، مين أنواعه أو زي مين؟ أشهر حاجة فيهم طبعا، في أكتر حاجة معروفة جيميناي وكوبايلوت والشات جي بي تي والكلاود. بس اكتر واحد احنا مشهور وعرفناه وهو اللي اعطانا صدمه الذكاء الصناعي اللي هو الشات جي بي تي. بس في بقى تولز كتيره قوي ممكن تستخدمها. خليك فاهم حاجه، ان الشات جي بي تي اللي اصدرته شركه اوبن اي اي. الاوبن اي اي ده هي اللي جابت ماشين وقعدت تعلمها. واحنا قلنا الماشين لما بتتعلم بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها موديل، صح كده؟ الموديل بقى ده شركة مايكروسوفت خدته وبنت عليه كوبايلوت. يبقى انت الشات جي بي تي
هو اصلا موجود كمان في الكوبايلوت، بس هي مايكروسوفت خدته وبنت عليها حاجات تانية اكتر او فيتشر اكتر في الكوبايلوت. عامله بالظبط زي ايه؟ عارف مثلا لما انا ارسم رسمه، ارسمها بالقلم الرصاص كويس، واديها لك تقوم انت تقعد تعدل عليها وتحسن عليها وبعدين تلونها، لكن اصل الرسمه فين؟ مين اللي راسمها؟ انا. نفس الكلام الشات جي بي تي هو الاصل، هو الموديل الاصلي اللي اتبنت عليه كتير جدا من ادوات الذكاء الصناعي، واستخدمته عشان تعمل هي المودلز بتاعتها زي الكوبايلوت مثلا. اوكي، تمام. في مين كمان ممكن نستخدمه؟ جيميناي. وجيميناي ده انتجته شركه جوجل، كويس، وهو حاجه عظيمه جدا وحاجه جميله جدا وتقدر يديك نتائج حلوه قوي. والميزه قوي في جيميناي ان هو بيقدر يعمل بريدكشن لباقي الحوار من غير ما تساله. وهنشوف زمان. هلو احمد. وكمان في بوي لانشاء اسمه بو يا احمد، صح؟ لانشاء القصص، اسمه بو يا احمد. طيب. فهو ايه اللي بقى اللي بيحصل في الحاله دي؟ اللي بيحصل في الحاله دي ان انت بيبقى عندك موديل وتبدا تجربه وممكن تبني عليه اكتر من اي تول. كويس. طيب بعد كده في ايه كمان؟ في تولز تانية بقى، انا بديها تكست وهي بتديني ايمج، فبنقول عليها تكست تو ايمج. يعني انا بقعد اقول له انا عايزه صوره فيها بحر وفي ولد واقف على الشاطئ بيشرب عصير ليمون وبيشوط كوره، بيشوط كوره. فهو بياخد الكلام، هو واخد التكست مني وهيديني ايه؟ وهيديني صوره. في الحاله دي بسميها تكست تو ايمج. وخليكم فاهمين حاجه، ان دلوقتي ادوات الذكاء الصناعي وصلت لاكثر من 600 او 700 اداه ذكاء صناعي ممكن تتعامل معاها بشكل مباشر. تعالى كده عشان اوريكم قد ايه ان الموضوع فيه تولز كتيره. تعالوا انا هعمل معاكم كده على الشات. هفتح صفحه، هفتح صفحه الجوجل كروم عادي جدا. تمام. وهكتب كده تكست تو، خليها تكست تو تكست اي اي تولز. يعني انا عايزه ادوات الذكاء الصناعي اللي بتاخد نص، بتاخد كلام وبتديني كلام. اول حاجه عندك مين؟ الديب اي اي، في سيمرش، في زابير، في هيت، في بيكت شارت، في جراملي، في تكست كورتكس، في اسك يور بي دي اف، في فوربس، في تك فيديو، وغيرها كتير. ده بالاضافه زي ما انا قلت لكم في جيميناي، في كلاود، في كوبايلوت، وهكذا. انتوا بصوا كل دي صفحات نتائج، فيها نتائج لمواقع بتستخدم الذكاء الصناعي تكست تو تكست. تمام. طب تعالوا بقى المره دي نشيل تكست تو تكست وهنخليها تكست تو ايمج. تمام. هنلاقي بقى في حاجات كتيره طبعا. الحاجه اللي واضحه قوي كانفا. كانفا فيها دلوقتي ذكاء صناعي، بتكتب نص وهي تديك صوره. الادوبي دلوقتي بقى اصلا الابلكيشنز بتاعتها كلها سبورتد بالاي اي. سبير برضو بيديك امكانيات تكست تو تكست او تكست تو ايمج حسب ما انت عايز. فانت عندك حاجات كتير قوي ممكن تستخدم فيها الاي اي وتتعامل معاه. طيب احنا النهارده بقى هنشتغل على ايه؟ يعني احنا كده خلاص عرفنا المحاضره. احنا مشينا في المحاضره بالتسلسل التالي. اول حاجه عملنا ريفيجن على الاسبوع اللي فات. تاني حاجه صححنا مع بعض الاساينمنت وعرفنا مين هياخد 100 نقطه. عرفنا اللي هياخد 100 نقطه هياخدها ليه، اللي هياخد 75 هياخدها ليه، واللي هياخد 50 نقطه هياخدها ليه. وقلنا ان في الاخر وصلنا ان في اثنين هياخدوا البلو كاب لحد دلوقتي، ودولت اكتر ناس اكسيد اللي كان متوقع منهم. شكرا جزيلا ليكم على شغلكم وما شاء الله عليكم يعني. وفي بعد كده اتنقلنا للاجنده بتاعتنا وقلنا الاجنده بتاعتنا النهارده بنتكلم فيها على تايبس اوف الاي اي بلاتفورم. في حاجات بتحاول تاخد نص تكست وبتطلع تكست فبنقول عليها تكست وتكست. في حاجات بتاخد تكست وبتطلع ايمج. واحنا النهارده هنتكلم على اول اداه ذكاء صناعي بتحول النص لصوره، بتحول النص لصوره او بتاخد تكست وبتطلع لي على اساسه صوره. ايه التول اللي احنا هنستخدمها في دي؟ احنا هنستخدم حاجه اسمها المايكروسوفت ديزاينر. حاجه اسمها الايه؟ المايكروسوفت ديزاينر. المايكروسوفت ديزاينر ده هو بلاتفورم بيقوم على الذكاء الصناعي من انتاج شركه مايكروسوفت. كل اللي بيعمله ان انت بتديله كلام وهو يبدا يحضر صوره.
هو مش بس صورة، ده كمان ممكن يخليك تعمل ستيكر تقدر تعمل له شير على الواتساب. يعني لو انت بتعمله على الموبايل تقدر تشيره يبقى ستيكر على الواتساب تقدر تبعته لأي حد. كمان تقدر تعمل بيه جنريت أو تولد بيه جريتنج كارد، عارفين زي الكروت بتاعت هابي بيرث داي وغيرها. كمان تقدر تجنريت بيه ايكون، يعني ايقونة معينة تقدر تستخدمها على الويب سايت بتاعك. كمان بيبقى فيه مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي اللي انت لو عندك صورة وعايز تعدل فيها. يعني لو عندك صورة وفيها أباجورة شكلها مش حلو فأنت عايز تمسح الأباجورة ومكانها ما يتلفش، فأنت ممكن تعمل ده. أنت لو عندك صورة وعايز تشيل الخلفية ممكن تعمله. لو عندك صورة عايز تعمل لها فلتر أو ريستايل تعمل ده، تعمل لها فريم. كمان ممكن تبدأ ديزايننج من أول وجديد خالص زي كانفا كده. أنت ممكن تفتح صفحة بيضاء وتبدأ أنت تضيف العناصر، كل ده سبورت ويز الاي اي. تمام. فهنا اول حاجه في كريتنج ويز اي اي اللي انت تنشئ بالذكاء الصناعي. طيب انا دلوقتي واحد هبدا من اول وجديد، هبدا اشتغل مع مع المايكروسوفت ديزاينر. هشتغل ازاي؟ بالراحه كده. اول حاجه هنفتح عادي جدا اي براوزر عندك، الجوجل كروم بقى، الايدج، الاوبرا، الفايرفوكس، اي حاجه انت بتشتغل عليها. تمام. هتبدا تكتب ايه هنا في البحث؟ هتبدا تكتب كده مايكروسوفت ديزاينر. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ عايز افتح المايكروسوفت ديزاينر عشان ابدا اديله كلام وهو يطلع لي صوره. تمام كده. انا دلوقتي بعمل ايه؟ عايز استخدم المايكروسوفت ديزاينر عشان اخليه ينشئ لي صوره بالذكاء الصناعي. فانا عشان اعمل ده اول حاجه عايز ادخل على موقع المايكروسوفت ديزاينر. هدخل عليه ازاي؟ هبدا افتح اي براوزر اللي انا بدخل بيه على النت وهكتب كده في البحث مايكروسوفت ديزاينر. تمام. وهضغط انتر. زي ما انتم شايفين اهو بدات تظهر لي نتائج البحث. شايفين العلامه دي اللي هم عاملين كده الجزء البامبي ده والازرق اللي عامل زي ورقتين الورده كده، هو ده المايكروسوفت ديزاينر. هضغط عليه. تمام. يبقى هو اول نتيجه بتظهر لي في البحث المايكروسوفت ديزاينر، وده اللوجو بتاعه عامل زي ورقتين كده ورد مع بعض. تمام. بعد ما هيبدا يحمل بقى ايه اللي هيحصل؟ انا هتظهر لي الصفحه الرئيسيه بتاعتهم اللي هي دي. كويس. الصفحه دي زي ما انت شايف طالما هنا في صوره حد معناها ان الحد ده عامل اكونت. يعني ايه عامل اكونت؟ يعني عامل حساب، صح؟ طيب السؤال، هو انا ينفع اشتغل من غير ما اكون عامل حساب؟ طب هسالك سؤال تاني. هو انت لما بتعمل حساب لو اي صوره انت عملت لها جنريت بالذكاء الصناعي هتفضل متسيبه عندك في الحساب، يعني منين ما تحب تشوفها او تحب تعدل فيها هتلاقيها موجوده. فايه اللي يخليك ما تكونش حابب يكون عندك حساب؟ فانا بعمل حساب عليه ليه؟ بعمل حساب عشان اخزن اي صوره هعمل لها جنريت عليه. تمام. او زي ما انتم شايفين انا دلوقتي ده الويب سايت بيظهر بالشكل ده، وعلامه هنا البروفايل مكتوب جنبها ايه؟ ساين ان اهي. لو حد مش شايفها اهي اللي انا عامله عليها هايلايت كده، دي ساين ان، صح؟ طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ عايزه انشئ حساب على المايكروسوفت ديزاينر. فانا هضغط على ساين ان اهي اللي فوق دي، هضغط عليه مره. كويس. هيبدا يحمل شويه معايا. كويس. هو هيحمل يقول لي ايه؟ لو انت عندك حساب هتكتبه هنا، يعني عندك ايميل هتكتبه هنا. طب لو انا اول مره هتعامل مع المايكروسوفت ديزاينر انا محتاج يكون معايا ايه؟ المايكروسوفت ديزاينر بيحتاج تعمل حساب على الاوتلوك. يبقى انا محتاج اول حاجه عشان استخدم المايكروسوفت ديزاينر اللي انا ابدا اشتغل بحساب على الاوتلوك. طب انا ازاي انشئ حساب على الاوتلوك؟ فهنا كده عشان الموضوع يبقى واضح انا ممكن نعمل هنا حاجه كويسه. مثلا نجيب دي كده الكنترول سي كنترول دي، نشيل الصوره دي. تعالوا كده معايا اهو انا بكتب لكم هنا. انا دلوقتي عايزه اشتغل على المايكرو سوفت ديزاين. تمام. ايه الخطوات عشان اشتغل عليه؟
اول حاجه حضرتك هتعملها التاني. خلينا كده على جنب. اول خطوه انت محتاج تعملها، اللي انت هتجو تو المايكروسوفت ديزاينر ويب سايت. يبقى اول حاجه هتعملها انت محتاج تروح على المايكروسوفت ديزاينر ويب سايت. تمام. تاني حاجه محتاج تعملها كليك اون ساين ان. هتضغط على ساين ان. طيب بعد ما هتضغط على ساين ان هتعمل ايه؟ هتضغط على كليك اون كرييت اكونت. يعني هتضغط على كرييت اكونت. تمام. يبقى هنروح الاول حاجه للويب سايت اهو، انا بعمل هايلايت على الحاجات المهمه. يبقى اول حاجه هتروح الويب سايت. رحنا الويب سايت ازاي؟ رحنا للويب سايت، فتحنا هنا صفحه في البراوزر وبدانا هنا نكتب ايه؟ مايكروسوفت ديزاينر. تمام. انا ماشيه اهو معاك واحده واحده. تمام. ظهرت لنا الصفحه البيضاء دي اللي فيها مجموعه نتائج البحث او الريزلت، صح كده؟ قلنا فين المايكروسوفت ديزاينر؟ خليك بقى معايا يا عمر عشان تفهم اهو، انا دي تالت مره على فكره بعيدها. تمام. يبقى انا عملت بحث عن مايكروسوفت ديزاينر، هختار انهي واحد؟ هختار اول الواحد اللي هو علامته عامل زي الورقه الكيرف دي، نصها لونه بينك كده والنص التاني بلو، صح كده؟ هضغط عليه. لما هضغط عليه ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الويب سايت يتحمل، صح كده؟ بعد ما الويب سايت يتحمل بص هنا كده تتحمل. بعد ما الويب سايت اتحمل خلاص انا كده رحت الويب سايت، هعمل ايه؟ هضغط على ساين ان اهي. فين الساين ان؟ اهي فوق ساين ان اهي. هضغط عليها مره، صح كده؟ بعد ما هضغط عليها ثالث خطوه مكتوبه ايه؟ هضغط على كرييت اكونت يعني انشاء حساب. فهضغط هنا على كرييت اكونت او كرييت وان اهو. شايفها هي مكتوبه تحت اهي بخط صغير. هضغط عليها عشان ابدا انشئ حساب. قلت انا عندي المايكروسوفت ديزاينر بيشتغل بحسابات اللي على الاوتلوك، بيشتغل بحسابات الاوتلوك او الهوت ميل. فشوف انت عايز تشتغل بالاوتلوك ولا الهوت ميل. تمام. طيب انا ازاي بقى هنشئ حساب؟ اول حاجه انت هتعملها لما الصفحه دي تتفتح، اسال نفسك انت عايز الايميل بتاعك يكون اسمه ايه. وخلي بالك بقى من اولها كده، بلاش تعمل ايميل تسميه زيزو والكينج والمايسترو والكلام ده. ليه؟ انت لما تكبر شويه وتيجي تشتغل الحسابات دي اللي هي بتبقى دلوقتي روشه، هتبقى الموضه عفت عليها وبيبقى هتبعت ازاي لمديرك تقول له الكينج باعت لك ايميل؟ ما ينفعش. فانت من الافضل الايميل بتاعك يكون بروفيشنال. يعني ايه بروفيشنال؟ يعني محترف. الايميل بتاعك بيتكتب باسمك الشخصي، وممكن تحط عليه تاريخ او سنه ميلاد مثلا، او تحط عليه في اخره او في اوله بريفكس كده ثابت عشان تميزه عن باقي الايميلات. مثلا انا ممكن هنا اسمي الايميل بتاعي، انا اسمي مروه معاذ، فانا ممكن مثلا اسمي الايميل بتاعي مروه معاذ، تمام، @outlook.com. تمام. يبقى انا الايميل بتاعي اسمه ايه؟ مروه معاذ. تمام. ممكن حد مثلا يقول لي لا انا مش مروه معاذ، انا هحط انجينير دوت مروه معاذ. ممكن حد يقول لي لا انا هعمل مروه بعد كده اندرسكور معاذ. تمام. فانت خلي الاسم دايما يكون حاجه تكون كده بروفيشنال، عشان لما تكبر ان شاء الله وتبدا تشتغل ممكن تحتاج الاكونت بتاعك ده تبعت منه ايميلات. فانا مثلا لو انت جالك ايميل واحد بيقول لك الكينج بعت ايميل، اكيد انا هقول ده هاكر ولا في اي اعلانات غير مرغوب فيها، فاكيد مش هبص على الايميل. فمن دلوقتي خلي الايميل بتاعك باسم لطيف. تمام. بعد ما هكتب الاسم اللي انا عايزاه هضغط على نيكست. لما هضغط على نيكست هو هيتأخر شوية. هيتأخر شوية ليه؟ بيتأكد إن مفيش حد تاني عامل نفس الإيميل ده. أصل الإيميل ده عامل زي رقم البطاقة، ما ينفعش اتنين يكون عندهم نفس الاسم بتاع الإيميل. تمام؟
عشان الايميل ده اللي بيتبعت لك عليه الجوابات. اتصور ينفع مكانين يبقى هما نفس العنوان؟ لا، لان الجواب لما هيجي لك هيروح لانهي عنوان فيهم. تمام. طيب فانا هضغط كده نيكست، هو دلوقتي بيشيك. تمام، حلو قوي الشيك عليه ومفيش حد واخد الايميل ده، يعني مفيش حد مع الايميل ده فانا ممكن استخدمه. هو انا ممكن الايميل يكون حد مستخدمه؟ تعالى كده مثلا لو انا كاتبه مثلا مروه معاذ مثلا كده وعملت نيكست، بص ظاهر ايه؟ بيقول لي مروه معاذ is already a Microsoft account، يعني في اصلا حساب اسمه كذا، فانت لازم try another name، يعني لازم ايه؟ تختار حاجه ثانيه. تمام. انا كده بعرفك لو ظهرت لك النتيجه الرساله دي ان انت تجرب حاجه تانيه تبقى عارف ايه سببها. يبقى لازم الاسم ده يكون يونيك محدش واخده قبل كده. كويس. بعدين هضغط ايه؟ نيكست. بعد ما هضغط عبد الرحمن ملوش لازمه خالص اللي انت بتعمله ده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص هو احنا اصلا مبتدئين المحاضره من الساعه 6 فانت داخل الساعه 7. ف... وعليكم السلام. تمام. طيب بعد كده يبقى انا كتبت الاسم بتاع الايميل. تاني حاجه حابه اعملها بيقول لي ايه؟ بيقول لي اعملي بقى باسورد الحساب بتاعك، صح كده؟ فانا حابه اعمل باسورد للحساب بتاعي. تمام. اهو ابدا اعمل باسورد للحساب بتاعي. تمام. بعد ما هعمل باسورد هضغط على نيكست. هيقول لي اختاري تاريخ الميلاد. انا اختار اي سنه. طبعا حاول بقى لو انت سنك صغير معلش اعمل هنا سنه، يعني خليها مثلا على 2000. ليه؟ لان انت لو سنك صغير ودخلت السن الصغير بتاعك ده هيقول لك ان هو لازم عايز البيرنت ياخد ابروف ان انت تستخدم الايميل. فانت من اولها كده خليها على 2000، مواليد سنه 2000. تمام. بعد ما بتخلص ده بيقول لك احنا عايزينك تثبت ان انت مش روبوت، فهقول له تمام نيكست. ايه بقى عشان اثبت ان انا مش روبوت؟ قال لي بص انت شايف العلامه دي؟ ممكن نعمل كده بالظبط. ادي نيكست اهو. بيقول لك بص شايف الايد دي بتشاور في الاتجاه ده؟ انا عايز الروبوت ده يبص في نفس اتجاه اللي الايد بتشاور فيه. فشايف الاسهم دي اكنها لعبه بقى. تعالوا بقى نلف كده الروبوت لحد ما يبص على نفس الاتجاه اهو كده، صح؟ بعد ما اخلص هقول له سبميت. تمام. انا كده عملت اكونت. تمام. سهله ولا صعبه؟ انا كده بقى عندي اكونت على الاوتلوك. هو اوتوماتيك بقى هيقوم بصوا بعد ما كانت هنا الصوره ساين ان بقى ظاهر هنا علامه البروفايل. لو ضغطت عليها هلاقي اهو الايميل بتاعي اهو فوق مروه معاذ @outlook.com. انا كده بقى عندي حساب على الايه؟ على الاوتلوك. يبقى الخطوات اللي انا عملتها دي عملت ايه؟ اول حاجه عملتها دخلت على الويب سايت، صح كده؟ تاني حاجه ضغطت على ساين ان. بعد كده ضغطت على كرييت 1، يعني انشئ حساب. بعد كده عملت ايه يا ترى؟ بعد كده عملت كرييت للاكونت عن طريق اللي انا كتبت الاسم، وبعدين كتبت باسورد، بعدين كتبت الديت اوف بيرث. وما تنسوش الديت اوف بيرث هنخليها على سنة كام؟ 2000. بعد كده حليت الفزورة اللي هو عملها، يبقى انسر. عملت انسر للفزورة اللي هو عملها بتاعت يلا هنشاور ذكين على الذكاء الصناعي. الروبوت، انت عندك ايد بتحرك بيها الروبوت. وعلى فكره هو مش كل مره بيبقى فيه روبوت، يعني هو احيانا اصلا بيطلع لك صوره عربيه، ساعات يطلع لك صوره عجله على حسب. يعني هو مش شرط كل مره يعمل نفس الموضوع. تمام. فبعد ما عملنا كريتنا الاكونت ده هو اوتوماتيك هيوديني ايه؟ على حساب المايكروسوفت ديزاينر على طول. تمام كده. بعد كده انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اكريت ايمج فروم تكست، يعني عايزه انشئ صوره عن طريق الايه؟ الكلام. فهنا هتلاقي عندك اهي كلمه كريت يعني انشئ، ويز اي اي يعني انشئ عن طريق الذكاء الصناعي. فهلاقي اول حاجه هي على ايدك الشمال حاجه اسمها ايمجز. ايمجز يعني ايه؟ ايمجز يعني الصور. هضغط عليها.
هيظهر لي الشاشه بالشكل ده. الشاشه دي مقسومه جزئين. اول جزء ده انت هنا ممكن تعمل ديسكريبشن، هو ده البرومت اللي انت بتكتبه، الكلام اللي انت بتكتبه. والجزء اللي تحت دي نماذج للصور لو انت حابب تشتغل على واحده منهم. هنا انا هناخدها بس شويه كده. ناخد الاول الجزء اللي فوق. تمام. طيب الجزء اللي فوق ده بالراحه في ايه؟ انا هبدا اكتب انا الصوره اللي انا عايز ارسمها هي عباره عن ايه. وخلي بالك بقى عشان هقول لك شويه تريكات كده في الصوره دي. يعني هو بيسموها ايه؟ الشيت شات. الشيت ايه؟ الشيت شات. آم، بص يا محمد، احنا اصلا ادوات الذكاء الصناعي كلها دلوقتي فيها بنسميها حاجه اسمها برايسنج بلان. برايسنج بلان دي معناها خطط التسعير. وخطط التسعير دي بتبقى اول واحده فيها بتبقى فري. الفري بيديك ليميت على عدد المرات. وخلي بالك يعني ايه ليميت على عدد المرات؟ كل ما بتكتب برومت بيكون فيه تفاصيل اكتر، كل ما بتسحب من الكوينز اللي فوق دي اللي هي 15. كل ما تبقى البرومت صغير وما فيهوش تفاصيل كتير بتقل حاجات قليله. يعني ممكن تقل 3 كوين او حاجه. في ساعات لما بتبقى الديسكربشن او التفاصيل كتير قوي في البرومت، فبتلاقي نفسك انت بيبقى عندك ليميتيشن فيها. وعلى فكره المايكروسوفت ديزاينر لو حد اشتغل فيه من حوالي 3 و4 شهور كان توتالي فري لما كان نزل في نسخته البيتا. شكرا يا محمد على المعلومه الجميله دي. وعلى فكره اي اداه ذكاء صناعي دلوقتي ماشيه بالكونسيبت ده، ان هي بيبقى فيها فري وفي بعد كده برايسنج اللي هو او البريميوم، بتدفع فلوس عشان تستخدمه. تمام. خلينا بقى نتكلم على الديسكريبشن. خلينا نتكلم على الايه؟ على الديسكريبشن. في الديسكريبشن او بنقول عليه البرومت. نسيم محمد كلك ذوق. اه يا جوزي. طيب خلينا بقى نتكلم. قلنا الديسكريبشن هو بالنسبه لنا البرومت اللي احنا هنكتبه. انا هسألك سؤال، فكر كده معايا واقعد اتخيل اللي انت عايز الذكاء الصناعي يرسم صورة. عايز يرسم صورة ايه مثلا؟ انا والله عايز ارسم صورة للبحر وفي ولد مثلا بيلعب كورة وماسك مثلا كوباية عصير ليمون مثلا. ماشي، يبقى انا عايزة ايمج. يبقى هقول له هنا كرييت ايمج، او من غير كرييت على طول، او من غير ايمج. انا هقول له على طول عايزة ايه. هقول ابوي playing football wearing yellow t-shirt t-shirt with black trousers holding orange juice cup. وهنقول ocean at the background. تمام. وعايزه المحيط يكون في الخلفيه. براحه كده بقول له انا عايزه صوره ولد بيلعب كره قدم ولابس تيشيرت اصفر وبنطلون اسود وماسك في ايده كوبايه عصير برتقال. وفي الخلفيه عايزه صوره محيط. الكلام ده لو انا اعطيته البني ادم وماسك قلم ورقه هيقوم راسم صوره فيها الحاجات دي. نفس الكلام هيعمله الذكاء الصناعي. هو متدرب على مجموعه من الصور فيها العناصر دي، فهيبدا ياخد كل عنصر من دول ويبدا يرسمه حسب ما هو اتعلم. فهنضغط على جنريت. تمام. تمام كده يا شباب اهو. بدأ يعمل ايه؟ بدأ يعمل جنريت لايمج. تمام. ولد شايل عصير وبيلعب كوره. اللي انتوا شايفينه ده ايه الغريب فيه؟ ان في صور تحس ان هي مرسومه، دي صوره كرتونيه قوي، وتحس دي قريبه شويه للواقع ودي قريبه، بس الصوره الواقعيه قوي دي. صح؟ طيب انا ليه طالع لي الصور كده؟ عشان بقى
تكون محترف في البرومت انجينيرنج وانت بتتعلم في التكست تو ايمج، لازم تبقى فاهم حاجه. اول حاجه انت محتاج تدرب عليها نفسك، لازم تحدد الستايل بتاع الصوره. يعني احنا عندنا الصور الوان، الانواع، في منها صوره تبقى حاجه اسمها ريلاستيك. يعني ايه ريلاستيك او ريل؟ يعني حقيقيه. في صور بتكون كرتونيه، في صور بنقول عليها السيمبل دروينج او اللاين دروينج. فانت لازم تحدد الستايل اللي انت عايز الصوره تطلع بيه. فانا هنا لو انا عايزه الصوره دي تطلع واقعيه اكنها صوره متصوره، فانا هقول له ايه؟ هنا هعمل كده كوما وهقول له ريلاستيك ستايل. وفي كان في حد كان بيقول لي حاجه اسمها ال الواقعيه المبالغ فيها. كان لما بيرسم صوره يقول واقع مبالغ فيه. بصوا دي كده قضى شويه على الكرتون، دي شوية لسه قطنية شوية. طب تعالوا كده نزود حاجة كمان، تيجي نقول 3D وادي انتر، هيبدأ يعمل جنريت. خلي بالك احنا كل جنريت بيرسم الصورة من أول وجديد. فانت لو انت حاطط في اعتقادك اللي انت لما هتقول له لا والله انا عايز التيشيرت يبقى لونه اخضر، فهو هيغير لون التيشيرت بس ويسيب كل الصورة ثابتة زي ما هي، فده غلط. لا، ده هو هيغير الصورة كلها. عامل بالظبط انك كل مرة بتديله ورقة بيضاء وبتقول له التعليمات من اول وجديد، فهو بيستلمها من اول وجديد. تمام؟ زي ما انتم شايفين، هو انا لو ضغطت على الصورة هي تبدأ تكبر شوية. طب تعالوا بقى نعمل حاجة تانية. احنا ممكن كمان نخلي الستايل ده بدل ما هو ريلاستيك، ممكن كمان نختار الماتيريال. ممكن اقول له موديل ماتيريالز، افتكروا. ولو انا شلت الريلاستيك ستايل او خلي 3 دي ستايل ونشيل الريال نخليها موديل. يعني انا عايزاها في شكل ايه؟ اكن الصوره دي انا هعمل لها جنريت هتكون في شكل خشبي. خلي بالك الكوين اللي فوق كانت 15، دلوقتي بقت كام؟ بقت 12، بتقل كل مره. بصوا هنا زود حاجه. طب خليها هنا، خلي كلمه الودن دي في الاول، او خلينا نكتبها هنا 3D وودن ستايل انتر. يعني انا عايزاها تكون خشبيه، ستايل خشبي. بيبدا طبعا يعمل جنريت. بس هي دي اكتر حاجه قريبه، تحس ان هي فعلا خشبيه، صح؟ ايه فرق دي بقى عن الانيميشن اللي انا كان معمول قبل كده؟ الكرتون ما كانش فيه حته ان انا عايزاها وودن ستايل. وودن ستايل يعني نمط خشبي، صح كده؟ طيب لو خليناه هولدنج كذا كذا، لو خليناه 3D سيلفر ميتاليك كولرز. طيب هنا نجربه بقى المرة دي، هنعمل ستايل سيلفر وميتاليك يعني فضي ومعدني. هنشوف هيطلع لنا الديزاين عامل ازاي. انا هنا بعمل ايه؟ انا كل مره بكتب كلام مختلف واشوف النتيجه هتطلع ايه. الهدف من ده ايه؟ اللي انت تفهم ان البرومت انجينيرنج مش بيكون قائم على ان انت تحفظ البرومت ده، تحفظ الكلام ده، لا. انت لازم تعمل اكزامينيشن للنتيجه اللي طالعه لك، وتبدا تفهم هو بيفهم التكست اللي انت كاتبه ازاي. فبص كده، دلوقتي بص كده على الصوره دي، تحس ان الميه فعلا اهي سيلفر وتحسها ميتاليك، صح؟ تعالى بص على الصوره دي. لا انا هنا حاسه ان هو اكنه فاهم الميتاليك يعني ايه، وبيحاول يحول الصوره كلها ميتاليك. حتى الكوره محسسني، عاطيني كده ايحاء ان هي فيها لمعه، فيها حاجه ميتاليك. صح، اي نعم مش كل الصور بنفس القوه. بص الصوره دي طالعه ملامح الولد مش باينه، بس بص الويف نفسها عاملها في انها ميتاليك، والكوره عاملها ميتاليك، ميتاليك معدنيه. دي شويه بيحاول يخلي الشعر ميتاليك. يبقى نفهم من كده ايه؟
ان انت لما بتيجي تشتغل مع ادوات الذكاء الصناعي اللي بتحول التكست تو ايمج، انت بتفوكس على كذا حاجه. اول حاجه بتفوكس عليها الكلر، الالوان. انت ممكن تحدد الوان الصوره كلها تكون بلونين بس. ممكن كمان تحدد الستايل ممكن يكون انيميشن، ممكن يكون كرتون، ممكن يكون ريلاستيك يعني واقعي، ممكن يكون 3 دي، ممكن يكون 2 دي، ممكن تختار ان هو يكون كاريكاتير، ممكن يكون دروينج يعني رسمه يدويه. ثالث حاجة ممكن تختار الماتيريال. يعني ايه الماتيريال؟ يعني اكيد الصورة دي مصنوعة من مادة ايه. كل ده بيأثر معاك في الصورة اللي طالعة. يبقى انا في البرومت انجينيرنج لما باجي بقول له انتج لي الصورة، ما بهتمش تقول الصورة فيها ايه، اكتر من الصورة فيها ايه. حدد الالوان اللي انت عايزها في الصورة، حدد ايه بالظبط الستايل اللي انت عايز يترسم بيه، حدد كمان الماتيريال اللي عايزها مصنوعة بيها. ايه كمان لازم احدده؟ لازم تحدد عناصر الصورة. يعني انا دلوقتي لو انا قاعده كده اهو حد جه صورني، هو صورني انا كعنصر، لكن هل بتبقى الخلفيه فارغه خالص بيضاء؟ لا، ده الخلفيه ممكن يكون فيها برواز، ممكن يكون فيها مثلا كمبيوتر، ممكن يكون فيها مكتب، ممكن يكون فيها كنبه، ممكن يكون فيها تلفزيون متعلق. فانت لازم لما تيجي تقول له ديزاين الصوره، لازم تسال نفسك ايه العنصر الاساسي، فين الباك جراوند، ايه الالوان بتاعتهم، ايه الستايل بتاعهم، ايه الماتيريال اللي انا عايزه يطلع. فتعالى بقى كده بالتقسيمه دي نعمل برومت فعلا انت عايز تعمله. فتعالوا كده نكتب اللي احنا بنتعلمه النهارده لما نيجي نتكلم على تكست تو ايمج. هنا انا بهتم بايه في البرومت بتاعه؟ بهتم في البرومت اول حاجه، اول حاجه بهتم بيها لما باجي بشتغل على البرومت. يلا بينا اهو. اول حاجه ههتم فيها لما باجي اتكلم على البرومت دي، اول حاجه بهتم فيها على المين هيرو. يعني ايه المين هيرو؟ يعني البطل الرئيسي. بوصفه ولد، بنت، طفل، ملامح مصريه، ملامح افريقيه. بظبط الشخص نفسه اللي هو هيبقى العنصر الاساسي في الصوره. تاني حاجه ههتم بيها، ههتم بالباك جراوند. الباك جراوند هيكون فيها ايه. تالت حاجه بهتم بيها، لازم البرومت اللي انا بكتبه يكون فيه الكالرز اللي انا عايزاها تكون موجوده في الصوره. بعد كده بهتم بايه؟ بالستايل بتاع الصوره نفسها. يعني ممكن تكون انيميشن اللي هي افلام الكرتون، او اللي احنا بنقول عليها المانجو يعني اللي هي بالياباني. ممكن تكون كرتون، ممكن تكون 3 دي، ممكن تكون 2 دي، ممكن كمان. ممكن كمان الستايل يكون عليها سيمبل دروينج، يعني رسمه بسيطه. كمان مش الستايل بس، ده انا كمان بحدد الماتيريال المصنوعه منها. الماتيريال ممكن تكون وودن، خشبيه، ممكن تكون ميتاليك، ممكن تكون جلاس، ممكن يكون جلاس. فانت عندك حاجات كتيره. لازم لما تيجي تكتب البرومت الخاص بيه تكست تو ايمج تكون انت عارفها كويس قوي، عشان يطلع لك البرومت صحيح او تطلع لك الصوره اللي انت متوقعها. طب ليه ما انا اقعد اجرب بقى وزي ما انا عايز زي ما احنا اتفقنا؟ بص انا كان عندي 15 كوين، دلوقتي بقوا كام؟ بقوا 9. فمعناها ان انت كل ما بتستخدم البرومت بتاع، كل ما بتستخدم برومت وبتعمل جنريت، كل ما ايه بيحصل؟ كل ما بتلاقي الكوين اللي طلعت لك بتقل. فانا ما عنديش وقت اقعد اجرب كل شويه، انا عايزه اكتب برومت يكون اقرب ما يكون للنتيجه اللي انا عايزها. تمام كده؟ يبقى احنا هنا اتفقنا لما اجي بشتغل على برومت لازم اكون عارف العنصر الاساسي. فانا تعالى بقى اهو البرومت ده، تعالى نعدله. اول حاجه هسال نفسي لو انا بقى عايزه اعمل واحد صحيح، انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزه اعمل ولد، بس الولد ده يكون مثلا في العشرينات، كويس، ويكون لابس تيشيرت اصفر، والتيشيرت الاصفر ده عليه لوجو، او مثلا يكون لونه فاتح. وفي لون تاني مثلا خليه مثلا زي ما هو مكتوب مثلا بيربل لايت بلو كولر. تمام. وعايز الستايل بتاعه يكون 3 دي.
ويكون كمان الصورة نفسها فريندلي أو كيوت، أو ممكن أخليها فورمال، يعني فورمال. تمام. طيب تعالوا بقى نكتبها كده. أنا عايزة العنصر الرئيسي إيه؟ A boy in 17 years old with Egyptian face، يعني وشه مصري، wearing a yellow formal shirt. تمام كده. with purple trousers we holding a laptop. انا كل ده بوصف مين؟ العنصر الرئيسي. ده شاب عنده 20 سنة وملامحه مصرية، ولابس شيرت لونه اصفر فورمال رسمي، وكمان بنطلون لونه بيربل، هخليه برضو بلاك عشان ما تبقاش الوانها عجيبة كده. تمام. وماسك لابتوب في ايده. كويس كده. كل ده الهيرو الرئيسي. طب الخلفيه بقى، الباك جراوند، مش احنا اتفقنا اهو ده كده؟ انا كل ده بوصف مين؟ المين هيرو. بعد المين هيرو المفروض ايه؟ الباك جراوند. انا عايزه ايه في الباك جراوند؟ هقول مثلا الباك جراوند، هقول مثلا اوفيس with simple purple formal style at the background. بوصف كمان الخلفيه ايه؟ الوانها ايه. بعد كده انا كده وصفت الباك جراوند، وحطيت الكالر طبعا وانا بتكلم على المين هيرو، وحطيت الكالر وانا بتكلم على الباك جراوند. عايزه بقى احط الستايل ممكن يكون ايه؟ 3 دي ولا 2 دي؟ انا هخليه 3 دي. 3 دي ستايل. وهخلي التون بتاع الصوره تكون فورمال اند فريندلي، يعني هي فورمال بس فريندلي. تمام. وهقول له جنريت. ايه اللي هيحصل؟ هيبدا بقى ياخد كل الديسكريبشن او البرومت اللي انا كاتباه ده، وهيبدا يرسم بيه او يجنريت بيه الصوره. طبعا زي ما انتم ملاحظين هو كل مره بيعمل لي كام سامبل؟ بيعمل اربع عينات للصوره دي. تمام. طبعا كل ما الصور اللي انا كل التفاصيل ما بتزيد، كل ما بيحتاج وقت اطول عشان يعمل جنريت. لا، بالظبط عامل زي ما انا عماله اقول لك ايه؟ ارسم بنت، فخلاص رسمتها. لكن اقول لك ارسم بنت شعرها طويل وعينيها واسعه وليها قصه، فانت طالما في تفاصيل اكتر فبتاخد وقت اكتر. اهو ايه رايكم؟ عاملها منها اكنها فعلا صوره 3 دي، وعشان قلت له ايجيبشن لو انت ملاحظ تحس فعلا العينين وملامح الوش قريبه، يعني مش اجنبي، مش شعره اصفر مثلا. طب تعالوا كده نخليه مثلا بدل ما هو ايجيبشن فيس، هنخليه مثلا كوريان. كوريان كده صح ولا إيه؟ نخليه مثلا فرنش ونضغط على جنريت. شلت ايجيبشن، بص شلت كلمة واحدة بس. بدل ايجيبشن خليتها فرنش، يعني بدل ما يكون مصري يكون فرنسي. طبعا هو بيفهم ازاي ان هو مصري يبقى ملامحه ايه وفرنسي ايه؟ ان هو اتعلم من مجموعة صور دي ملامح الناس المصرية، ودي عينات لمجموعة ملامح الناس الفرنسية. اهو ايه رأيكم في الملامح؟ طبعا مختلفة خالص. بصوا يعني ده كده فرنسي. بصوا بقى لما قلت له مصري، ده المصري. طبعا واضح الفرق كبير ما بين الاثنين، صح كده؟ طيب في بقى حاجه اسمها هالوسينيشن. يعني ايه هالوسينيشن؟ يعني الهلوسه مع الاي اي. الهلوسه دي بتبقى اخطاء بيقع فيها الارتفيشال انتليجنت لما بيجي بيعمل جنريت، سواء في تكست تو تكست او تكست تو ايمج او غيره في اي حاجه. زي مثلا الصوره دي، ملاحظين ايه فيها غريب؟ ها، ممكن حد كده يكتب لي على الشات ايه اللي فيها غريب في الصوره دي؟ ها، مين اول حد هيكتب؟
لسه مفيش حد كتب. الصورة دي اللي أنا عرضها على الشاشة فيها إيه غريب؟ ها، يا أنا، يلا. طيب، خلينا نقول إيه اللي في الصورة دي غريب. اللي في الصورة دي غريب إن هو عامل الصورة دي فيها 3 إيدين، أدي واحدة، أدي التانية، أدي التالتة، صح؟ الهلوسينيشن ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب ان هو لما بيجي بيعمل جنريت لكل كلمه من دي، احيانا هو بيبدا يرسم، هو بوي وكذا وفرنش وولد، يعني بيبقى رسم مثلا لحد هنا. فهو الاول مثلا كان عامل ان هو المفروض واقف وايده عامله كده، بعد كده لقى حته انت كاتب فيها ايه، هولدنج ا لابتوب، فقام راسم بايد ان هو بيشيل اللابتوب، بس في نفس الوقت ما حذفش الايد اللي محطوطه مربعه. فايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ فبنلاقي حاجات زي كده موجوده. فعشان كده دايما وانت لما بتيجي تشتغل، حاول دايما تبص على الصوره اللي بتطلع وتتاكد ان هي طالعه سليمه. يبقى النهارده كان معانا اول حاجه في البرومت انجينيرنج احنا بنتعلمها، قلنا فيها ان انا لما باجي بكتب برومت من تكست تو ايمج، اخلي بالي لازم احدد في الصوره او في البرومت ده مين هو المين هيرو، البطل الرئيسي مين في الصوره، واكتب مواصفاته ايه بالظبط. بعد كده بتكلم على الباك جراوند اللي في الصوره واقول مواصفاتها او الكلر بتاعتها ايه، وبحدد الستايل وبحدد الماتيريال. طب هل ممكن في الباك جراوند احط عناصر؟ اه، انا ممكن اقول في الباك جراوند زي ما انا مثلا كنت كاتبه، انا بقول له عايزه في الباك جراوند يبان ان هو مكتب بسيط، فهو حط لي شكل المكتب اللي هو عايزه. لا، انا ممكن احط له في الباك جراوند هو عباره عن اوفيس ويز، ممكن ما اخليهاش اوفيس، ممكن اخليها ميتنج روم، تمام. وعامله لون بيربل، يعني خلفيه يكون لونها بيربل، الخلفيه الستايل بتاعها بيربل. انا ممكن اقول له ميتنج روم وتكون الديسكات والكراسي يكون لونها ابيض، والحيطه تكون لونها بيربل، او العكس حسب ما انا عايز. تعالوا بقى نشوف كده هنوصل فين في الجنريت اهو. دي كده بقت، الاول كانت هنا، شايفين احنا هنا دلوقتي، احنا لسه في الفرنش. شايفين ايه في الخلفيه؟ ميتنج روم في الخلفيه، والخلفيه كلها لونها ايه، بيربل زي ما انا طلبت، صح كده. لكن في الصوره القديمه لا، انا كنت بقول له انا عايزه في الصوره القديمه اوفيس، فهو حاطط مكتب، 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 حاطط مكتب واحد بس. لكن لما غيرت في الباك جراوند خليت الميتنج روم ظاهره في الخلفيه، تمام كده. يبقى احنا اتعلمنا النهارده اول معيار براعيه وانا بستخدم اي اي بلاتفورم بحول تكست في الايمج، لازم احدد مين المين هيرو، لازم احدد مين الباك جراوند، لازم اكون عارفه ايه الكلر اللي انا عايزاها تكون موجوده. والكلر بقى مع كل حاجه، يعني المين هيرو ده البطل الرئيسي، تحدد الالوان اللي هي هدوم اللي لابسها، وانت كمان ممكن تحدد الستايل الهدوم اللي هو لابسها. كمان في الباك جراوند تحدد كمان الباك جراوند عايزه الخلفيه بتاعتها ايه، الستايل كمان تحدده، الماتيريال كمان تحددها عشان تطلع لك الصوره مظبوطه. طب تعالوا كده نجرب الجلاس ماتيريال. الجلاس ماتيريال دي لو اشتغلت 3 دي جلاس، خليها ترانسبيرنت، كولرفول، كولرفول، ترانسبيرنت جلاس. طيب، طيب انا ليه عملت كولر فول؟ عشان يدينا عارفين الازاز الفسيفساء الصغير الملون ده. فانا هعمل زيه كده، هتبقى عباره عن ازاز شفاف بس الوان. هنشوف هيدينا النتيجه اللي احنا متوقعينها ولا لا. لا، صح، مش حاسين يعني. هو بيحاول يدينا الضي بتاع الازاز بس مش قوي. طب تفتكروا السبب ايه؟ هل السبب ان في حته من كاتبه فيها ريال مثلا؟ ممكن نخليها، نجيب الستايل، ايه رأيكم نجيب الستايل ده، نحط هنا، نقول له جنريت. انا هنا نقلت مكان الستايل، بعد ما كان الستايل محدداه نوعه ايه في نهاية البرومت، انا هحطه في اول البرومت نفسه، وهنشوف هل اللوكيشن بتاع الستايل ده هيفرق ولا لا.
يعني فرق يعني حاجة بسيطة مش كتير. يبقى أكيد في حاجة تانية هي اللي مخلياه. يعني بص هو بيحاول يديك الإيحاء ده. طيب خلينا نشيل كده كلمة كذا كذا كذا، نشيل كلمة، نخليه فورمال، wearing formal clothes holding a permitted room with simple purple format style as the background formal and 3D colorful transparent gloss image of. يلا بينا كده. انا المره دي بقول له انا عايزه 3D transparent glass image of كذا. هي الايمج ممكن تكون هي اللي غلط، ممكن نشيل كلمه image. نشيل كلمه image. انا كل ده البرومت زي ما احنا قلنا احنا بنعمل اكتر من تيست، بحدد العناصر الرئيسيه وبشوف النتيجه اللي هتظهر لي ايه، ولما النتيجه النهائيه بتظهر لي بشوف ايه التعديلات اللي انا ممكن اضيفها عشان تزيد شويه نوعا ما. يعني بصوا هنا بدأ شويه يدرك اللي انا عايزاه، هنا قرب شويه بس مش كتير وهكذا. تمام. طب تعالوا بقى نجرب المره دي برضو، بس بدل ما هنضغط على ايمج وانا هكتب البرومت بالكامل، تعالوا احنا هنا كنا بنكتب هنا البرومت في الديسكربشن، تعالوا المره دي نستخدم حاجه من الايديز او الاكزامبل اللي هو حاططها. ايه الاكزامبلز دي؟ بفرض مثلا انا عجبتني الصوره دي، تمام، دي عجبتني جدا، اضغط عليها كده. ده كده عباره عن ايه البرومت ده؟ البرومت ده بيبقى اصلا موجود وبيديك امكانيه ان انت تغير فيه شويه حاجات. يعني احنا شفنا ان هو كان عاملها للجيراف صح؟ انا ممكن اغير الجيراف دي اخليها آه حيوان تاني. اه الحاجه التانيه هنلاقي في حاجه اسمها فيسنج فورورد. يعني ايه فيسنج فورورد؟ يعني بتبص لقدام، يعني وشها باصص لقدام. طب انا هل ممكن اخليها فيسنج تو سايد، يعني تبقى يعني الصوره جايبه وشها من الجنب؟ يبقى كمان انا مش بس هنا في البرومت انا ممكن اختار المين هير واتكلم على الباك جراوند واتكلم على الكلر واتكلم على الستايل، لا ده انا كمان ممكن احدد حاجه اسمها الكاميرا انجل. الكاميرا انجل او الفيسنج يعني بتاعها هنسميه الكاميرا انجل. انا ممكن كمان اتكلم على اللايتنينج. يعني ايه اللايتنينج؟ يعني الاضاءه اللي في الصوره ممكن اقول له انا عايزها دراماتيك. يعني ايه دراماتيك؟ يعني سينمائيه كده. تمام. تعالوا كده نشوف ده احنا ممكن نعمل فيه إيه. انا هستخدم الصوره دي بس بدل ما هي a beautiful جراف هخليه a beautiful cat facing forward. يعني انا هخليها زي ما هي with bright hazel eyes a long neck. مش هشيل طبعا اللونج neck، هنخليها bright hazel eyes and soft silky fur. هخليها زي ما هي soft silky down fur، يعني فرو ناعم وحريري. and acacia tree. وهنا حاطط بقى في الخلفية tree، أنا ممكن أخليها standing by، يعني هي واقفة. هي tree ممكن أخليها standing by مثلا wooden basket in serengeti with soft down light mesh. ممكن أخليه زي ما هو تمام وأقول له generate. يبقى أنا هنا غيرت بدل ما تبقى جراف، حددت في اماكن معينه ان انا اغير، بدل ما هي جيراف تبقى كات، وبدل ما هي تبقى عندها رقبه طويله شلت خالص الرقبه الطويله، وبدل ما يكون في الخلفيه في شجره خليت الخلفيه يكون في بسط خشب. تمام. وهضغط على جنريت. يبقى انت هنا بيبقى عندك اكزامبل ويبقى فيه برومت جاهز، بس بدل ما انت بتكتب البرومت كله انت بتستخدم نفس الايه البرومت. حلوه جدا، ايه رايكم؟ ليه عاطينا ده؟ لان انت هنا بتقول له عايز داون لايت ان ذا ديستنس، وعايز اللايت يكون بعيد جاي من مسافه بعيده، فهو عاطيك التاثير ده.
يبقى انا ممكن اخد الجزئيه دي. تعالوا هنا، هو انا لو جيت ضفت دي كده وقلت له جنريت، الجزئيه اللي انا ضفتها دي هل هتاثر في الصوره اللي هي طالعه لي؟ انا عملت ايه؟ انا خدت جزء من برومت كان موجود وهضيفه على صوره انا عايزه اعملها. كويس. ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده اللي انا اخد نفس التاثير او الايفكت اللي هيطلع لي فيه. زي ما انتم شايفين هنا، بصوا اهو، فعلا ضاف هنا عنصر الايه؟ الاضاءه، صح كده؟ تعالى الصوره اللي بعدها. اه اهي الشباك في عنصر اضاءه. طب تعالى للصوره اللي بعدها، في عنصر اضاءه، اهو في عنصر اضاءه. يبقى الإضاءة في الصورة هنا ما كانش محطوطة ليه؟ ما كانتش محطوطة عشان أنت بكل بساطة ما كنتش مستخدمها. ليه ما كنتش مستخدمها؟ أنت ما قلتلوش إن هو يستخدمها، فهو مش هيضيفها. أنت بتكتب له تكست حاجات معينة، هو بيقوم بتنفيذها، مش هيضيفها غير لما أنت تقولها له. يبقى أنا فهمت. بص بقى، إيه رأيكم؟ الجزء الاخير اللي انا حطيته لما شلت الجلاس دي، شلت الجلاس ستايل. انا اللي عملته شلت الجلاس ستايل خالص، وال 3 دي ستايل دي شلتها خالص، وحطيت داون لايت ان ديستنس بس، ما عدلتش اي حاجه في البرومت. ايه رايكم بقى في الريزلت اللي طالعه؟ ممكن بقى اي صوره من دي تستخدمها في اي اعلان انت عايزه. زي ما انتم شايفين هو ضاف هنا اللايت. طب لو انا عايز، ده كان الفرنش صح، انا ممكن اخليه ايجيبشن، ارجعه تاني ايجيبشن. بصوا الكوين اللي عندي خلصت تمام، فانا ممكن اخد ده كده. انا عندي حسابين، فممكن اروح بقى للحساب التاني هنا، اجي هنا، ممكن اضغط على انفاير واغير بقى فيه كله زي ما انا عايزه، اقول له جنريت. زي ما انت شايف الاولاد اللي انتوا شايفين دلوقتي، اللي انا بعمله اللي انا بجرب كذا مره البرومت، ولما بلاقي اكزامبل موجود بقعد اقرا البرومت بتاعه اللي مكتوب كويس قوي، واشوف ايه العنصر اللي عاجبني في الصوره دي، وابدا اضيفه في البرومت الخاص بيا. فايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ هيبدا هو يضيفه. بصوا لو انتوا ملاحظين معايا، حلو هنا عشان يستدل على مصر حط هنا النسر، علامة النسر اللي موجودة على علم مصر. تمام. لو انت جيت هنا هتلاقيه ملبسه اللي هو اللبس بتاع الفراعنة، نفس الكلام هنا. فهو كلمة ايجيبشن فيس دي بدأ يربطها شوية بملامح قطنية، أو يحط لها العلامة اللي هي تدل إن هو إيه، شخص مصري. تمام. فأنت كل لما بتضيف مجموعة من التفاصيل للبرامج ده، كل لما بتحسنه أكتر. كويس كده. يبقى احنا كده اللي خدناه النهاردة، عرفنا في الأول خالص، عرفنا في الأول خالص إن احنا عندنا الناس اللي جاوبت الواجب وسلمته. فهم النهاردة إن شاء الله هياخدوا كاب فيه 4 ألوان. في جرين، وده معناه إن هو هياخد 100% 100 نقطة. اليلو هو هياخد 75، الأورنج هياخد 50، وعرفنا الأخطاء فين. والبلو ده اكسيد اللي احنا متوقعينه، وشكرا جزيلا ليهم. بعد كده اتكلمنا على ادوات الذكاء الصناعي، وقلت انا عندي ادوات ذكاء صناعي بتحول التكست تو تكست، زي مين؟ زي جيميناي، وزي كلاود، وزي كوبايلوت، وزي شات جي بي تي، وغيرها كتير. وفي حاجات تانية بتحول التكست للايمج، وشفنا منهم اداة واحدة بس اللي هي مين؟ المايكروسوفت ديزاينر. في السيشن الجاي ان شاء الله هناخد بقى حاجات بتحول التكست تو اوديو، وتكست تو فيديو. تكست تو اوديو معناها ان انت بتقول له كلام يحوله لموسيقى، او تقول له كلام يحوله الى فيديو. يبقى هناخد المره الجايه تو تول، واحده منهم هتحول الكلام لاوديو، والتانيه هتحول الكلام الى فيديو. تمام كده؟ طيب ايه التاسك اللي مطلوبه مننا؟ ايه الاساينمنت بتاع الاسبوع ده؟ الاساينمنت بتاع الاسبوع ده اللي انتوا اول حاجه هتنشئوا حساب على الاوتلوك، بعد كده بتخشوا على مايكروسوفت ديزاينر وتبداوا تعملوا جنريت لصوره، وعايزه الجنريت ده يكون فيها الحاجات اللي احنا قلناها. يعني هترفعوا الصوره، وهترفعوا البرومبت، وهبعت لكم لينك الفورم. هترفعوا الصوره والبرومبت، والبرومبت يكون في ايه؟ تكون محددين فيه مين الهيرو، ومين الباك جراوند، وايه الستايل، وايه الكلر اللي موجوده، وايه الماتيريال، وايه الكاميرا انجل واللايتنج.
طب احنا مش عارفين يا ميس الكاميرا انجل واللايتنج. اعمل بحث على الانترنت عشان تعرف ايه الكاميرا انجل اللي ممكن اكتبها، وايه اللايتنج او الاضاءات اللي انا ممكن استخدمها. تمام كده. شكرا ليكم. هنفتح جروب الواتساب، اللي عنده اي سؤال هيسيبه على جروب الواتساب عشان نرد عليه. شكرا ليكم، وقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الجمعه. شكرا ليكم، وشكرا ليسر ومعتز ومروان ودارين ويوسف ان هم كانوا معانا النهارده وبيشاركوا معانا، وبشكرهم بالذات لان هم لسه صغيرين، خاصة يوسف لسه صغنونة خالص، بس مهتمة انها تحضر معانا. شكرا ليكم، وقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 6. ما تنسوش الهوم ورك، هبعت لينك. مطلوب منكم انكم تعملوا صورة وتبعتوا لي الاثنين. ما تنساش البرومت اللي مكتوب عايزاه، وكمان عايزة الصورة اللي هتطلع بعد ما تعمل البرومت ده. شكرا ليكم، ويا رب ليلة سعيدة، وهستناكم على الواتساب اللي عنده اي كومنت. باي باي.